وبعدين ليش بيعة الملك هي اللي انشأ شيء اسمه المغرب؟ اول ملك المغرب من متى هذا؟ قبل ذلك ايش قصه المرابطين؟ المرابطون الموحدون ما كانوا بس في المغرب، كانوا جزء كبير من الجزائر تحت سيطرتهم. يعني بس بيعة ملككم اللي انشأت كيانات من لا شيء، بمجرد بيعة لواحد اسمه ملك اصبح ملك كذا بقدرة قادر واعجوبه، مين ملكه؟ لكن الملك ليس مضطرا. بالاضافه على الناحيه الشخصيه هو فاسد ومنحط، خلنا من هذه، اتركها من الناحيه الشخصيه، اتركها من شرب الخمر وصوروا سكران في شوارع باريس. نسخوا الاسلام. فكيف بيعة الملك؟ كيف بيعة الملك سوت اصلا دوله مغربيه؟ دع عنك ان هناك بيعه لبعض مشايخ المغفلين او الحمير من مشايخ شنقيط او مشايخ موريتانيا، لا تقدم ولا تؤخر، كل هذا زباله يرمي فيه، ينكنس في المراحيض. هذا ردي، ما عندي اكثر من هذا من الناحيه العقائديه الشرعيه. الباقي كله الكر والفر والموافقه الامميه وكله بالنسبه لي كل هذا مع احترام الجميع حتى لبوليساريو، وانه هذا قرار اممي كذا، اقول كل هذا حطوه كذا، لفوه كذا كذا كذا، تاكدوا انه ما في اسم الله ولا اسم النبي في اي مكان، او اطمسوا عليه وجروا عليه السيفون في المرحاض، ما له اي قيمه عندي شرعا. هذا هو المنطلق اللي يكون. بل كل كيان من كيانات المسلمين وكل قبيله وكذا لها الحق ان تكون مستقله وتدير امورها، او تدخل في اتحادات فيدراليه او كونفدراليه بموجب الذي سننشره ان شاء الله بالتفصيل، وبموجب صحيفه المدينه. هذا الطريقه الشرعيه السليمه، لا بيعه ملك ولا غيره. وبعدين ليش بيعه الملك هي اللي انشا شيء اسمه المغرب؟ اول ملك المغرب من متى هذا؟ قبل ذلك ايش قصه المرابطين؟ المرابطون الموحدون ما كانوا بس في المغرب، كانوا جزء كبير من الجزائر تحت سيطرتهم. شنقيط، في بلاد شنقيط كانوا. لا وفين، وكم امتدوا الى الاندلس كمان، هم ممتدين لاجزاء كثيره من الجزائر. اذا ليش خرجت هذه الان؟ شو ايش يعني؟ بس بيعه ملككم اللي انشات كيانات من لا شيء، بمجرد بيعه لواحد اسمه ملك اصبح ملك كذا بقدرة قادر واعجوبه، مين ملكه؟ ان كان في احد يملك فهو الله سبحانه وتعالى. اللي ملك الله سبحانه وتعالى ملك الناس جميعا، بل ابتداء بني اسرائيل عندما قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. الان ما عدتوا عبيد ايام فرعون، في ملك عليهم، كل واحد ملك نفسه، سيد نفسه، يقرر مصير نفسه، ومن باب اولى المسلمين بعد ذلك لهم هذا الحق. فما معنى هذا الكلام؟ اذا ارجع قبل كذا شوي في التاريخ. ليش خرجت الجزائر؟ وبعدين الدولة المغربية اللي هي تسلسل ملكهم من الملوك هؤلاء المزعومين، من أول يوم من أيامها دولة عميلة دائمة، كانت مع الكفار ضد المسلمين من أول أيامها طول تاريخها، وحاربت الجزائر وحاربت الدولة العثمانية اللي هي يعني على أقل تقدير إسلامية اسما، والجزائر كانت تحارب الهجمات الصليبية البرتغالية والأسبانية التي تحاول أن تصل إلى البر الأفريقي، والكر والفر استمر قرون، وقتل الملوك الثلاثة في معركة وادي الملوك. بعدين في الأخير استطاعت عندما تضاعفت الدولة العثمانية وتقهقرت من أسوار فيينا، واستمرت التقهقر والانهيار إلى أن بلغ الحال من السوء إلى درجة أنه استطاع الفرنسيين أن يعبروا ويسيطروا على الجزائر 1830 ميلادية. بعدين خرجوا بعد ذلك بقرن و20 سنة. إيه، فليش فصلت هذا عن هذا؟ ما هو هذا كله تاريخ واحد، هذه كلها منطقة واحدة متعرضة للغزو الإسباني والبرتغالي والفرنسي عبر التاريخ، والكر والفر مستمر. فهذا إذا رجعنا للأصول العقائدية والتاريخية. أما الباقي كل هذه الصراعات والصراعات الأممية وإلى آخره، هذه كلها بصراحة كلها لا قيمة لها، وينبغي يعني المسلمين أن يترفعوا عنها، بس هذه يحتاج تثقيف. المفروض هذا أن يقول لا البوليساريو تحكم بما أنزل الله ولا تدافع عن المسلمين كما ينبغي، أنها في إطار الصفقات الأممية قد تكون مضطرة البوليساريو ربما، لكن الملك ليس مضطرا. بالاضافه على الناحيه الشخصيه هو فاسد ومنحط، خلنا من هذه، اتركها من الناحيه الشخصيه، اتركها من شرب الخمر وصوروا سكران في شوارع باريس، سيبنا من هذه كلها. على الاقل حكم وسلطان، وين في شيء له علاقه بما انزل الله؟ ولا شيء، لا من قريب ولا من بعيد. وش الشرعيه؟ من اين جاء الشرعيه؟ وايش معنى البيعه هذه؟ هذه معاني اساسيه بتكون بديهيه عند المسلمين، هذه انخسفت راحت. اول شيء انه دعا قال الجهاد بالمال الى تندوف. طيب هذول المسلمين يعني انت ادعو الى تحرير سبته ومليله، يعني اللي هي محتله مثلا. صحيح، هو لمز، وبعدين لمز قال الاستنصار بالصهاينه على هذول، بس الاستنصار. طيب ما ذكرت ايش حكم الشرعي في الاستنصار؟ الاستنصار بالصهاينه على اي احد من اهل الاسلام، حتى لو كان متمرد، حتى لو كان خارج من اعمال الكفر. اقل ما ينظر منك عالم تقول هذا، كما تقول هذا جريمه لا تجوز وقد تصل بنا الى حد الكفر، على الاقل قول هذه، على الاقل يا اخي طلعها بس برا عشان الناس يعرفوا انه في بقيه باقيه من اسلام وايمان عندكم يا مشيختنا. اما على المسلمين في الجزائر او في موريتانيا او في بلاد شنقيط كما تسمى اشكاليه. مثلا يقول هذول، يقول حقون شنقيط لهم بيعه للملك. الملك صارت بيعه الملك هي تنشئ دول وتنشئ حقوق وتنشئ كيانات.
هذول قبل يكونوا بيعة لملكك هذا الفاسق الزنديق، لهم بيعة لله سبحانه وتعالى مشان قصدي عندي ايضا لو سمحتوا لي دكتور في دقيقتين. احد الاخوه اليوم ارسل لي مقطع صوتي من الصحراء برضو، يعني نبى يعني نعرض احنا كنا تمنينا. تتذكروا مره دكتور كان طلعنا في المساحه احد الاخوه من المغرب وتكلم وقلنا له ابحث لنا المره القادمه وتعال، فذهب ولم يرجع. فاحنا بنسمع الاخ الصحراوي في دقيقتين نعم. و32 ثانيه ثم ننتقل الى موضوع اخر وفي مشاركات ايضا. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شعب الصحراء الغربيه ينتمي إلى الأمة العربية، وهو من قبائل المعقل العربية التي هاجرت من المشرق العربي بداية القرن الثامن عشر والرابع عشر، الثامن هجري والرابع عشر ميلادي، واستقرت في المغرب الأقصى جنوب الصحراء. وهذه القبائل قبائل عربية محاربة، هي قبائل بني حسان التي تركز أساسا على قبائل الدليم التي معظمها كذلك في العراق. وعند دخول الاستعمار الإسباني إلى المنطقة قاومته هذه القبائل العربية، ولم يكن للسلطان المغربي لا من قبل الأدارس ولا حتى الموحدين ولا المرابطين ولا المرينيين ولا إلى العلويين إلى محمد السادس، هذا لم يكن لهم سلطان على أهل الصحراء الغربية. وكانت هذه الأرض أرض جهاد للمستعمر الإسباني، وكذلك فرنسا لم تدعم الصحراويين. الصحراء الغربية حركة البوليساريو أسسها الشهيد الولي رحمة الله عليه وبعد الرفاق لأجل تحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب من المستعمر الإسباني. وبعد اتفاقية مدريد المشؤومة لتقسيم الصحراء بين موريتانيا والمغرب، في مدريد قسموها إلى قسمين: وادي الذهب أعطوه لموريتانيا والساقية الحمراء أعطوها للمغرب. وتم كذلك، فاحتلت موريتانيا وادي الذهب حتى أخرجتها البوليساريو بعد الحرب 78 باتفاق والاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية. احتضنت الجزائر ممثلة في هواري بومدين، احتضنت الشعب الصحراوي الفئات الهشة من الشعب الصحراوي ونزحت إلى تندوف. كذلك القذافي كان له دور هام في دعم الصحراويين بالسلاح قبل أن يتغير موقفه بعد ذلك بأعوام. والمتقلب بن جاسم. وبقيت القضية الصحراوية زهاء 30 عاما هي تنتظر مسلسل السلام الأممي الكاذب، وهي مصنفة عند محكمة العدل الدولية أن الصحراء الغربية ليس لها علاقة بالمغرب. طيب دكتور، هنا هذه مشاركة من الأخ. أيضا من العجائب أنه هذه فعلا كويس أنه ذكرها، أنه معمر القذافي إمعانا في كره الحسن الثاني كان يدعم، الجزائر كانت تدعم أيضا. ومن العجائب أيضا أنه حافظ الأسد كان يدعم أيضا، وكان خلف لمن يعرف مدينة دمشق جيدا خلف فندق الفور سيزون، يعني لم يكن فندق الفور سيزون تلك الأيام، لكن خلفه كان هناك قنصلية اللي هي جبهة البوليساريو في دمشق، فعايز تعمل تحركات في العالم العربي وكذا إلى آخره. وربما كان أيضا نكاية بالحسن وغيره. هنا دكتور الفكرة فين؟ الفكرة إنه حدث خلط بين قضيتين، بين قضية إنه أي إقليم أو أي شعب سواء في المغرب شمالا جنوبا شرقا غربا له الحق أن يدير أموره بنفسه، ولا يفرقون إنه هذا ينبغي أن يكون تحت مظلة الإسلام الكبرى، الدولة الإسلامية الكبيرة. هم يظنوا إنه دولة إسلامية كبيرة يعني إنني أغمق ثرواتك وأنهب ثرواتك ولو لم يكن لك شيء. مين اللي يظن هذا؟ هم بعض الناس يقول لك أنت خلاص في هذا الإقليم لا تفرق المسلمين.